كانت اسلحه مزيفه اصلا، وبيسيب ورقه مع الاسلحه، وماريو بيهدد كل الرهائن ان محدش يتحرك وبينزل لهم، وبينضفوا المكان بسرعه وبيسيبوا الاسلحه وبيدخلوا النفق، وبيرجعوا الخزنه مكانها تاني ورا الحفره، وخدوا كل الفلوس والذهب وهربوا من النفق فعلا. بعدها ميجال والشرطه بيدخلوا البنك وبيلاقوا الحفره اللي هربوا منها، وبيدخل النفق بسرعه عشان يلحقهم بس كانوا هربوا بالفعل، وبيحطوا كل الفلوس في العربيه اللي مستنياهم وبيمشوا. ولما ميجال بيقرا الورقه اللي سابوها كان مكتوب فيها انهم قدروا يسرقوا بنك من غير نقطه دم واحده ومن غير اسلحه حقيقيه اصلا. والخبر في التلفزيون اكد ان المسروقات بقيمه 17 مليون دولار، ودي بتكون اكبر عمليه سرقه في العالم. وقسموا الفلوس وكل واحد فيهم عاش الحياه المرفهه اللي كان بيتمناها. بعدها البرتو اشترى عربيه فخمه وكان سهران مع مراته في مكان، بس شاف واحده عجبته جدا، وبعدها بفتره مراته شافته وهو بيخونها معاها، وكانت مصدومه منهاره من العياط وقررت تبلغ عنه، وقالت ان البرتو هو اللي سرق بنك ريو. وفعلا الحكومه قبضت عليه وراحوا بيته فتشوه لقوا نصيبه من الفلوس، وفضلوا يحققوا معاه عشان يعترف على كل اللي شاركوا في سرقه